انا مش مصدقه ان باسكت الفرايد تشيكن ده كله بالسعر ده. فرايد تشيكن. انا وجوتام كنا في السوبر ماركت ولقينا باسكت الفرايد تشيكن ده، وجوتام بقى على قد ما هي صغيره بس هي بتعشق حاجه اسمها فرايد تشيكن. هي شبطت فيه وانا اتلككت بصراحه علشان نجيبه. هو كان سعره حلو قوي، بس انا قبل ما اقول لكم سعره لازم الاول نشوف هو محتوياته ايه. هو مكتوب عليه ان هو 9 قطع فرايد تشيكن، فلو بالسعر ده تمام، بس لو كانت القطع صغيره او مثلا معظمها اجنحه فلا، هيبقى مش تمام خالص. يلا بينا نفتحه. هلو، احنا معانا فرايد تشيكن. صحيح يا جماعه، ده بتاع اطياب، نسيت اقول لكم، انتوا هتلاقوه في اي سوبر ماركت عادي. ادي قطع الفرايد تشيكن اهي. ماشي اهي، حجمها حلو صح؟ لا يقول من الاول. نقول ايه؟ هاتي قطع الفرايد تشيكن. دي قطع الفرايد تشيكن اهي، حجمها ايه؟ حاسه حجمها حلو. وده البطاطس اللي بيجي معاه. بصوا هي، ادي الاول. طب استني، طيب نقول لهم حاجه. لا نقول بس حاجه. لا نقول بس ان دي هما 9 قطع فرايد تشيكن. ماشي، هستناها. طيب يلا، انا استنيتك اهو. نبدا. هي 9 قطع فرايد تشيكن بالظبط، تمام. يعني هي فرخه كامله. احجامها حاسه ان هي متوسطه وكويسه. ايه؟ عشان بس هتشرب وتيجي. انا حاسه ان احنا مش عارفين نصور. هتيجي امتى؟ تعالي انا عايزه اوريكم الفستان الجديد. وريهم الفستان الجديد. استني نشيل الحاجات دي كده. وريهم الفستان الجديد. بس يلا. بيلف يعني لما بتلف كده بيبقى منفوش يعني. ممكن تقعدي بقى نقول الكلمتين. يلا تعالي بس، تعالي نقول حاجه. معايا توكه. معاها توكه وانتوا لا. يعني انا بصراحه بحب قوي اي حاجه اقليها في الاير فراير، بس الاستاذه بتحب جدا الحاجات المقليه في الزيت. فانا لما بقلي مثلا بطاطس او حاجه في الاير فراير واقليها كمان في الزيت، هي بتاكل بتاعه الزيت اكتر. هي تقريبا بتحب الحاجات المقرمشه. ايوه بحب الحاجات القمص. يمين. انا بالنسبه لي ما بحبش قوي حوار الزيت ده، فانا بصراحه انا هقلي كل الحاجات دي، كل قطع الفراخ دي في الاير فراير، بس هعمل واحده بس في الزيت علشان يعني نقيمها صح، علشان لو طعمها ما عجبناش. لا هتكلم. احنا كده مش هنخلص الفيديو. هتروح تحط روج. انت حاطه روج اهو. لا انا عايزه اخد تاني. طب بصي بس احنا هنروح نحط الفرايد تشيكن دي كلها في الاير فراير، وهقلي واحده بس في الزيت علشان خاطر يعني نقيم طعمها، هي طعمها زي بره ولا لا، ولا الفرايد تشيكن بره احلى. فتعالوا نشوف بقى.